ليش براق؟ ليش عملتي هيك؟ لأنه هو الشخص الوحيد يلي عرفت غاياته. أصلاً في قسم كبير من الظلال كانوا عم يطالبوا بانتقال الصلاحيات لفرد من آل أرسوي، وأنا اخترت الشخص المناسب من آل أرسوي واللي هو براق. رح أضرب عصفورين بحجر واحد. من طرف الظلال رح يكونوا راضين، ومن طرف تاني رح يتاخد بتاري بعد ما أموت. ما بدي دمي ينهدر وينتسى. ليش عم تحكي لي إلي كل هذا الحكي؟ المكان اللي أنا واقف فيه مبين، واللي رح وقف فيه كمان. وين واقف أنت حكمت؟ رح توقف بصف علي رضا؟ مين هذا علي رضا؟ من إمتى هو معك؟ صار لنا سنين بهذا العالم، تعبنا مع بعض. كتار مثل علي رضا راحوا وكتير غيره اجوا، ما حدا متذكر لا أشكالهم ولا أسمائهم، بس نحن هون من 30 سنة. معقول يكون في حدا بده مصلحتنا غير نحن؟ هاي ليكو فؤاد مات ودفتر الانتقام تسكر. ما تلمس براق، خلي الأمور على حالها والحياة ماشية. براق ضغط على السناد؟ ضغط. إذا مبين مين اللي ضغط على الزناد، آخرته كمان مبينة. الوقت يلي رح يورجينا شو رح تكون آخرته حكمت. براق هلأ بحمايتي، ورح يكون بحماية الظلال كمان بعد موتي. يعني ما عاد لقمة سهلة مثل ما أنا كنت فكر. حط عقلك براسك وتنازل عن حقدك تجاه براق، وإلا أنت بتطلع ندمان. اللي فهمته هو خاطر كل هالسنين مشانكن، بس اليوم وصل لنهايته. الأصول تسمعوني. عن قريب كتير رح جيب براق، وبوعدك اني عاقبه بايدي التنتين. اللي بيوقف بطريقي وكل اللي واقفين بظهره لبراق بحرقهم وبدعس عليهم بكفي، وما بتطلع وراي. كل حياتي عملت كل يلي بيطلع بإيدي كرمال تحبني بابا، كرمال كون ابن بار إلك قوي. عملت كل يلي بيطلع بإيدي كرمال كون الولد اللي ترفع راسك فيه بابا. تعذبت كتير، دفعت ثمن غالي، بس بستاهل. هلأ أنا قوي كتير، قوي. بس انتو مانكن هون. قوي كتير، بس انتو مالكن هون. أنا وحداني هلأ. بس أنا أقوى من الكل. شايف بابا؟ هذا هو براق أرسوي. من هلأ ورايح ما عاد في خسارة. من هلأ ورايح أنا رح أربح دائما.
شايفينه لهالخاتم؟ ليكني عم أحلف لكم يلي خطفكم مني مين ما كان يكون، مين ما كان السبب، كلياتهم واحد واحد رح يدفعوا ثمن هالعملة. ضل قليل كتير، قليل كتير. براق شو رأيك نعمل؟ لا تأخذني فت عليك بسرعة، رح أتركك لحالك. لا فيكو، تعال تعال تعال، عود لشوف. نحن وحدانيين أصلاً، قديش رح نكون وحدانيين؟ ليك هالحالة سرقوا لي كل يلي بحبهم من قدام عيوني. ما ضل غيرك عندي هلأ ولك. ليكني بجنبك ورح ضل معك، روحي بترخص لك. والله بعرف. والله يا فكرة مو هيك حلمت بصغري. لما أوصل لهذا المركز ما خطر لي إنه رح يكون الوضع هيك أبداً. أنا هلأ حفرت اسم آل أرسوي بالعلالي، بس لا أبي شاف هالشغلة الحلوة ولا أخي. لمرة واحدة لك، لمرة واحدة بس، لو شافوا هالخاتم بإصبعي لمرة واحدة بس كانوا رح يرفعوا راسهم، كانوا رح يفتخروا فيني. شو هالخاتم؟ بتعرف شو هذا فيكو؟ هذا القوة، كل القوة الموجودة. ما بيكفي؟ لما يشوفوك لابسه، إذا كانوا قد الجبال ما رح يقدروا يوقفوا قدامك. خاتم الختيار يعني كل قوتها، حتى ثروتها، كل صلاحياتها صاروا تحت أمرتي أنا من وراء هالخاتم. هذا هو، بس هيك. هذا ما في باب ما بيفتحه، ما في أي إنسان بيقدر يوقف بوشه. بدنا نبلش ولا شو؟ رح نصبر فيكو، تحلى بالصبر لحتى يسلموني هالقوة بشكل رسمي، لحتى يسلموني كل الصلاحيات بالأول. بعدين بتقوم لقيامة فيكو.